مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. ويمكن النهارده كل تقاريرنا هي حول زياره معالي وزير التموين الاستاذ الدكتور خالد حنفي الى مدينه الاسكندريه، حيث افتتح اليوم المؤتمر الذي بيحمل عنوان المؤتمر او مؤتمر الحوار المجتمعي لمناقشه قانون حمايه المستهلك الجديد. وقد حضر هذا المؤتمر سيد اللواء طارق مادي محافظ الاسكندريه من رؤساء الجمعيات الأهلية وعدد من المجتمع المدني. عقب انتهاء المؤتمر قام السيد الوزير بزيارة تفقدية لعدد كبير من الجمعيات الاستهلاكية لمتابعة الخدمة المقدمة من هذه الجمعيات الاستهلاكية. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير التالي والزميل خالد الشافعي. دكتور خالد حنفي وزير التموين والتجاره الداخليه، اولا بنرحب بيك في اسكندريه ونتعرف على ملامح الجوله النهارده. والله الجولة النهاردة يعني أنا الأول كنت في حوار مجتمعي عن حماية المستهلك، وده مش منفصل عن ده. احنا بنطلع قانون جديد لحماية المستهلك عشان نحمي المستهلك بالفعل حماية حقيقية. معانا مجتمع المدني كله. النهارده انا نازل في جوله في اول يوم بنطبق فيه الاسعار الجديده للمجمعات الاستهلاكيه بعد نقل الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بالامس لولايه وزاره التموين والتجاره الداخليه. احنا بنضخ كميات كبيره جدا في المجمعات الاستهلاكيه باسعار لا تقبل المنافسه، اسعار مش هتكون موجوده في اي حته تانية. انا بقول للمواطنين كلهم المجمعات راجعه لكم تاني زي زمان، ترجع لكم تبقى هي المكان اللي تقدر تروح فيه تشتري فيه الحاجات بالاسعار المعقوله والمقبوله، ارخص من اي سلسله تجاريه ممكن تكون موجوده في اي حته. ان شاء الله لسه هنطور اكتر من كده باذن الله. انا بتفقد وبشوف الموقف ايه، لو في اي خلل بنحاول نجبره ونصلحه لغايه ما نوصل للوضع الافضل اللي يحقق الميزه لكل الناس باذن الله. يا فندم، المواطن محتاج تفعيل لقوانين لحمايه المستهلك اكثر من انشاء قوانين جديده. طرق تفعيل القوانين. ما هو الاول انت بتحط القانون، وبعدين المفروض يكون في حقوق المستهلك تبقى معروفه. المستهلك لسه مش عارف حقوقه. فاحنا انا حسيت النهارده جمعيات حمايه المستهلك كلها، الجمعيات الاهليه كلها مع جهاز حمايه المستهلك التابع للدوله، ان هم يبداوا يعملوا حملات للتوعيه، وان المستهلك مش بس المستهلك اللي بيشتري من المول الكبير ولا من السوبر ماركت الكبير. المستهلك هو المواطن البسيط اللي بيشتري عيش، اللي بيشتري من بقالة تموينية، من حقه ان هو يحمى وندافع عنه برضه هو كمان. احنا بنطور وماشيين في هذا الخط. النهارده كان في معرض للحاجات اللي تم يعني اختراق حقوق المستهلك فيها، واستعرضوه لي من بعض الصيدليات. كان في يعني منتجات للصحة والكلام ده، هو كان من بعض المحلات ومن السلاسل الشهيرة بعض المنتجات اللي منتهت الصلاحية. بنبدأ بنتحرك وبقوة إن شاء الله. بنطيل على سيادتك بس بننتهز فرصه وجودك، والمواطن السكندري بيسال على منظومه الخبز. ايه طريقه تطبيقها وهل هتطبق في محافظه الاسكندريه؟ طبعا لازم هتطبق في اسكندريه وفي مصر كلها ان شاء الله. انا النهارده جاي لي ناس من اسكندريه كتير بيطالبوا ان نطبق المنظومه في اسكندريه. لازم هتطبق في اسكندريه ان شاء الله. يعني اسكندريه اولى طبعا بهذا الامر بحكم ان انا اسكندراني كمان، يعني فلازم اسكندريه طبعا يطبق فيها. لكن احنا ماشيين بجدول، اسكندريه موجوده في هذا الجدول طبيعي لان كل المحافظات موجوده فيه. ان شاء الله هتطبق قريبا. مصر كلها تتغطى خلال شهور قليله باذن الله. مرتبطه ببطاقه التموين يا فندم ولا تكون منفصله؟ مرتبط ببطاقه التموين، واللي ما عندوش بطاقه تموين بيصدر له كارت مخصوص للعيش. كلمه اخيره بقى للمواطن السكندري يا فندم، توعدهم بايه في الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله احنا مع بعض ماشيين، هنطور الحاجات كلها، هنقدر العيش يبقى معقول، الاسعار هتبقى معقوله، هنطور التجاره كلها ان شاء الله. هنبدا نخلق منافذ للعمل وفرص العمل اللي موجوده من خلال قطاع التجاره. قطاع التجاره من اكبر القطاعات المولده لفرص عمل وشغل. هنجذب استثمارات كتيره ان شاء الله. هنبدا نعمل تجمعات تجاريه ولوجستيه كبيره باذن الله. قدامنا حاجات كتير نعملها ان شاء الله.